السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. تعمل سلطات الرباط على إطلاق خطة شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمدينة وتجهيزها لاستضافة كأس العالم 2030. وتستند هذه الخطة إلى مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى لتعزيز مكانة العاصمة كوجهة عالمية. وتشمل الخطة تخصيص 1372 هكتارا لمناطق التوسع الاستراتيجي، بالإضافة إلى 487 هكتارا لمشاريع جديدة، مع تخصيص 260 هكتارا للمساحات الخضراء لترسيخ مفهوم المدينة الخضراء. كما ستشهد الرباط توسيعا كبيرا في شبكة النقل، بما في ذلك تحسين خطوط الترامواي وتطوير شبكة طرق حديثة لتسهيل التنقل. وفي إطار هذه المبادرات سيتم أيضا إعادة تأهيل عدة أحياء رئيسية مثل يعقوب المنصور، حسان، السويسي واليوسفية، مع التركيز على تعزيز السياحة والتجارة من خلال إنشاء مراكز حضرية ومشاريع مبتكرة. كما تهدف الخطة إلى زيادة عدد السكان من خلال توفير مساكن ميسرة وتحسين الخدمات العامة، بالإضافة إلى تطوير السواحل بمشاريع عمرانية متطورة. وتهدف هذه الخطة إلى جعل الرباط نموذجا للمدن المستدامة والعصرية، استعدادا لاستضافة واحد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية.